كأس افريقيا. الشعب المغربي راه طالب كأس افريقيا يتلغى. باي باي كاس افريقيا في المغرب، باي باي الاتحاد، باي باي كاس افريقيا خوتي من الاخر. باي باي كأس افريقيا من المغرب. اوفيسيال حسب الصحف الفرنسيه قال لك المغرب راح يقسمهم من كاس افريقيا بسبب تنظيم، هما تنظيم على كل حال زيرو. سحب كأس افريقيا 2025 من المغرب. رسميا الغاء كاس افريقيا 2025 من المغرب بسبب اوضاع امنيه. قد تفنن الاستعمار الفرنسي في زرع الجهل في صفوف الجزائريين والجزائريات. هذه ما كانتش في خباري. سبحان الله، ابنادم قلبه طيب. الكراغيله كيتسناو غير شي خبر، شي اشاعه باش يخرجوا دوك المكبوتات اللي عندهم الداخل المملكه المغربيه. راكم سمعتوا، ما واحد ما جوج ما ثلاثه شادين الخبر رسميا الغاء الكان من المغرب. وانا قلت لكم الحلم ديال الجزائري من 2022 هو ينظم هذا كاس افريقيا، يحيدها للمروك وينظمها هو، وتستمر العقده المروكيه للعالم الاخر والعالم الكرغولي بسبب تنظيم كاس افريقيا. شفتوا الفرحه في وجههم، بنادم ما عرفتو فرحان ومتياق راسو، والله العظيم الا متياق راسو. ومنين كتسمع صراحه في برامج تلفزيونيه ولا اذاعيه بان الكاف غتجمع نهار الاثنين باش تقرر انها تسحب كاس افريقيا من المغرب، وفين غتعطيها لمن غتعطيها، كيقولوا هما زعما تيلمحوا على انهم غتعطيها للجزائر، وبل انهم قال لك راه جا واحد يعني واحد المسؤولين من لاكاف باش انهم يراقبوا او يديروا واحد الزياره للملاعب ديال الجزائر من بعد ما غيسحبوها من المغرب، يعني غيعطيوها للجزائر. ولكن الجزائر ما قبلاتش، قالت لهم سيروا شوفوا فين تنظموا هاد كاس افريقيا، ما تنظموهاش حنا عندنا، نتوما حيدتوها المغرب ما جاهزش، عنده مشاكل كبيره، سيروا قلبوا فين تنظموها، ما تنظموهاش عندنا في الجزائر. زعما كيتنفخوا عليها وكيتكبروا عليها. زعما الكائن الكرغولي لا مثيل له في العالم، والله العظيم لا مثيل له. اي واحد جاي يقدر يضحك عليه، اي واحد جاي يقدر يكذب عليه. هذا لاش راجع الاخوان ديالي؟ راجع لان الناس عايشه في واحد الدوله فيها الكذب. هادو كبروا في واحد الدوله اللي المسؤولين ديالهم تيكذبوا عليهم، الصحافه ديالهم تيكذب عليهم، الاعلام ديالهم تيكذب عليهم، بل الرئيس ديالهم تيكذب في الامم المتحده. تصوروا معايا الرئيس ديالهم تيخرج في الامم المتحده وتيكذب، تيقول لك حنا غادي من هنا ل 2025 غنبداو نحليو 6 الملاير ديال متر مكعب ديال المياه المحلات، وقال لهم غير سدوا عينيكم حلوهم، غتشوفوا القطار ديال تم راس تركب فيه من هنا توصل. يعني منين الكائن الكرغولي تيكبر في هذه البيئه هذه، فسهل عليه انه يتيق بحال هذه الامور ديال هاد الصحافه الصفراء ولا الصحافه الزرقاء ولا الصحافه الكرغوليه اللي الهم والشغل الشاغل ديالها هو ان المغرب يفشل. فمن بعد ما طرا هذا الاشكال في المغرب، واللي حنا كما تنقولوها دائما مع المطالب المشروعه، وحتى الوزير وهبي قال لك المغرب اختار الديمقراطيه، في الديمقراطيه ضروري ما يخرج الانسان يحتج، ضروري. راكم شفتوا كيفاش تعاملوا معاهم. بل في الجزائر جاء زاد 13 خرجوا 2013 خرجوا يعني بغاو يديروا حتى هما احتجاجات باش واجهوهم النظام الكرغولي بالرصاص الحي. يعني في الوهله الاولى واجهوهم بالرصاص الحي باش يخلعوهم، باش ما يفكروش اصلا انهم يخرجوا مره اخرى او انهم يعني يديروا شي اشياء. فهنا كتعرف الفرق بين دولتين، دوله العمر ديالها 12 قرن ودوله يعني العمر ديالها 60 سنه مازال ما جمعاتش الوقفه كما تنقولوا، وكتحاول دائما من خصوصا من بعد ما جا الشنقريحه وتبون يعني واحد الدرجه ديال الكره تجاه المغرب. وراه قال حتى شوقي بن زهره خرج وقال لك بان الهدف الاساسي ديال الاعلام الجزائري او ديال ماشي الاعلام او ديال الجزائر، يعني المسؤولين في الجزائر، هو تخريب كاس العالم وكاس افريقيا في المغرب. علاش؟ لان عارفين هاد يعني داكشي اللي غتربحوا المملكه المغربيه من التنظيم ديال هاد الدورات لا اقتصاديا ولا تجاريا غيرجع عليها بالخير الكبير.